منصب وزير الدفاع. النشاط الخيري للأمير سلطان بن عبد العزيز بدا واضحا داخل أرجاء السعودية وخارجها، فقد كانت استجابة الأمير لاحتياجات المحرومين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة سريعة وتدخلاته فعالة، ويحسب له عمله على وضع أسس مؤسسية للعمل الخيري والإنساني تضمن له الاستمرارية وتؤهله للتدخل السريع لمساعدة المحتاجين حيثما كانوا. فكان أن أنشأ مدينة سلطان للخدمات الإنسانية التي اتسع نشاطها لتهتم بالفئات الأقل حظا وبذوي الاحتياجات الخاصة. المؤسسة شريكة الآن مع الجمعيات الخيرية ومع المؤسسات المعاقين ودور الأيتام، لها تبرعات والتزامات سنوية معها، وهذا نعتبر أنها فروع يعني وإن كانت مش المؤسسة ترعاها 100% لكنها تتعامل معها. الحاجة الإفريقية على نحو خاص كانت حاضرة لدى الأمير سلطان مساهمة في سد الاحتياجات الإنسانية الملحة، فتم إنشاء لجنة الأمير سلطان الخاصة للإغاثة، والتي عهد لها بتلبية احتياجات الملايين من الفقراء في كل من النيجر وتشاد وأثيوبيا وعدد من الدول الإفريقية الفقيرة. وفي داخل المملكة لم يدخر الأمير سلطان جهدا لمساعدة المحتاجين، فأنشأ عددا من مؤسسات العمل الاجتماعي والخيري التي عهد لها بتشجيع الطاقات السعودية في المجالات العلمية والطبية ومراكز العلوم والتقنيات الحديثة التي تضمها مدينة سلطان للعلوم الإنسانية. كما أنشأ الراحل مؤسسة سلطان بن عبد العزيز السعود الخيرية للإسكان الخيري التي عملت على تأمين السكن المناسب للمحتاجين في مناطق سعودية مختلفة. في السعودية أيضا وجه الأمير سلطان اهتمامه بالمرأة المنتجة من خلال إنشاء صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات لتوفير الحياة الكريمة